مشاهدين وحلقة جديدة وكورة النهاردة. كورة النهاردة شوية في المحاكم وشوية في الملاعب وشوية في المدرجات، شوية في الدوحة وشوية في العقود وشوية وشيء وشويات. كورة النهاردة للأسف الشديد بنتجول بين المشاكل، بين القضايا. المفروض نتجول بين الملاعب عشان نعرف النتائج لكرة القدم، لكرة اليد، لكرة السلة، للمصارعة، للتايكوندو، أي نوع من أنواع الألعاب الرياضية، طايرة، أي حاجة. لكنه بكل أسف وأسى كل يوم جاءنا البيان التالي. كل يوم بيان من النادي الأولمبي، بيان من النادي الأهلي، بيان من اتحاد كرة اليد، بيان من اتحاد كرة السلة، بيان من اتحاد كرة القدم. كل يوم قضية موجودة هنا، قضية موجودة هنا، كل يوم محاكمات، كل يوم مشاكل، كل يوم قضايا، كل يوم فلوس بتتخصم. النهاردة عندي مشكلة كبيرة جدا، وانا امبارح قلت بالفم المليان انه ابناء المسؤولين سافروا معهم على الطائرة الى قطر. لم يرد علي احد. قلت 2 من كبار المسؤولين في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كل واحد منهم اصطحب ابنه إلى قطر، حقه، بس ابنه يسافر على حسابه، على حسابه الشخصي، ابنه يقيم على حسابه الشخصي، لا يسافر على حساب مصر، ولا يسافر على حساب الشركة الراعية، ولا يسافر على حساب القناة الفضائية، ولا يسافر على حساب الاتحاد القطري. الاتحاد القطري عايز يبعت لابني دعوة يبعتها بعيد، وما ينفعش كمان، لان انا استغليت الموقف، استغليت ان انا موجود في الاتحاد، وبالتالي خدت التذكرة بتاعت ابني وسفرته لان انا رئيس الاتحاد او عضو مجلس اداره الاتحاد. ده غير مقبول، ده غير معقول. في اي حته محترمه في العالم يقول لك لا اقف، ما ينفعش، مش ممكن. لكنه انا بقول ولا حد بيسمع. قلت لكم امبارح انا داخل في قضيه ومتاكد انها خسرانه، وواثق 100% انها خسرانه. ما حدش رفع السماعه وسال ابن مين وابن مين، والاثنين معروفين، ولاد مين الاثنين اللي سافروا معروفين تماما. ما ينفعش، ما تجيش، ما يتقالش. بأمارة ايه؟ مين اللي يقول الكلام الفارغ ده؟ مين اللي يقول ابن انا عشان انا نائب رئيس اتحاد، ولا عشان انا عضو مجلس اداره في الاتحاد، ولا عشان رئيس اتحاد يسافر معايا؟ اطلع يا ابني، خش اركب على الطياره، اطلع ويقابل هناك وياخد غرفه هناك. بأمارة ايه؟ مين اللي يقول؟ مش مقبول، مش معقول. زمن وولى زمن وانتهى، ولا يقبل ابدا ان يتم هذا الامر في وجود من يحكمون البلاد الان. ده مش طبيعي. انا الناس بيقولوا انت بتتكلم في مثاليات زايده عن الحد. مش زايده عن الحد، انتوا عايزين تمشوا صح فبنحاول نمشي صح، وفي ناس يعني مصممه انها تمشي غلط. خلاص هم احرار، هعمل لهم ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش رئيس الاتحاد ياخد ابنه ويسفره، ما ينفعش عضو مجلس اداره ياخد ابنه ويسفره. ماليش دعوه بقى عضو مجلس اداره ده تصادف انه رجل عسكري او رجل، لا مش قضيتي انا. ما ينفعش، ما ينفعش. كلام غير مقبول على الاطلاق، بوضوح تام، غير مقبول، مش معقول. ما حدش يرضى بهذا الكلام. ادفع ثمن التذكره وادفع ثمن الاقامه يا اخي. قعدوا معاك في الاوضه خلاص، مفيش مشكله. لما اقعد معاك في الاوضه خلاص مفيش مشكله، كل واحد فيهم بياخد سويت قد الدنيا. وهو حد يقول لي ان دافعين ثمن التذاكر، لانه ده هيبقى كلام مغلوط مش مقبول. ما ينفعش النهارده واحد موظف في الاتحاد جاي يقول لهم خدوني معاكم، لا بعدين، لا حاجه وياكم، لا بعدين، طيب مع السلامه يا حبيبي. كانت اغنيه حلوه الليله نظمي. يقوم جاي مسافر راكب الطياره. ما ينفعش. وبعدين الحقيقه عتاب وبفتح على نفسي ابواب جهنم، لكن لازم اقوله. الاخوه الاعزاء الزملاء الصحفيين، لا ما تسافروش على حساب الاتحاد، سافروا على حساب جرايدكم. لا، لان انتوا رايحين تغطوا مباراه، فهتغطوا من وجهه نظر الاتحاد، وليس دور الاتحاد انه يسفر الصحفيين على حسابه، لانها قضيه الحقيقه بقت دمها تقيل. النادي الاسماعيلي كان بيعملها زمان ايام المعلم عثمان احمد عثمان، ما كانش فيه نشاط، ما كانش فيه سفر، كانت الكره موقوفه، والراجل كان بيحاول انه يعيد الرياضه في مصر. الكلام ده 69 70 في السنه اللي الاسماعيلي خد بطوله افريقيا. الى حد ما كانت مقبوله شويه، لكن ما تبقاش على طول. او كانت بتعملها شركه المقاولين العرب، كانت شركه، لكن اتحاد كوره حتى لو جت هديه برضه لا. لكرامه الصحفيين ولمهنه الصحافه ولاحترام الصحفيين لنفسهم، وهم كلهم ناس افاضل ومحترمين. هتيجي تقول لواحد بيقول لي تعالى سافر، اقول لا ما سافرش. كل واحد يطلع على حساب جورنانه او موقعه او قناته. ده الطبيعي.
لكن اي حد مسافر تعالى اركب معانا في الطياره، يركب الطياره ليه؟ بأمر يركب الطياره ليه يعني؟ ايه الحدث؟ التذكره بكام كلها اول عن اخر يعني؟ حدوته كام؟ فلوسها ايه؟ مش خلاص الجورنال مش قادر يدفع، ما يدفعش، اقعد حضرتك غطي من هنا. مش وبعدين كل زملائنا الاعزاء الافاضل الصحفيين بسم الله ما شاء الله عندهم خبرات وعندهم سفريات لا حصر لها. فانا برضو مستغرب شويه يعني سياسه، ويبدو انها بقت مستمره زي بالظبط اللي كان بيحصل قبل كده في الوزارات. الصحفي اللي بيغطي الوزاره في وقت من الاوقات اصبح وكانه مستشارا للوزاره، فبالتالي ما بقاش ينقد، بقى ياخد الايجابيات فقط لا غير، فبقى الدنيا كلها حلوه زي الفل. في مشاكل كتيره جدا لا تثار، زي الضباط الافاضل اللي المفروض اللي يكتبوا تقارير في الوزارات طلع بياخدوا مكافآت قد كده بالالوف. فقولوا لي بالله عليك واحد بياخد مكافاه اول كل شهر من الوزاره ولا من المجلس القومي للرياضه ولا من المصلحه ولا المؤسسه ولا من الهيئه، طب هيكتب تقرير ايه؟ زي الفل. ده احلى وزير وده احلى رئيس هيئه وده احلى رئيس مجلس قومي، ما هو بياخد اول كل شهر راتب. فامر غير مقبول لا يليق. الصحافه هي المهنه الاسمى، هي المهنه الاكبر. بالعكس انا شايف انه اخواننا الاعزاء الصحفيين يقعدوا حاطين رجل على رجل، جورنان ويصفروا، ده هي رحله 3 ايام ولا 4 ايام. الاقامه بقد ايه والتذكره بقد ايه؟ ما بتكلفش 10000 جنيه ولا 8000 جنيه. فالامر غير مقبول على الاطلاق. فانا مش شايف انه لها قصه او لها حدوته او لها حاجه. انا شايف الامر لا يستحق كل هذا العناء. متصور ان الدنيا بتبقى افضل من كده، بتبقى